الوصية الأولى أيها الإخوة هي الدعاء والإلحاح في الدعاء أن الله عز وجل ينصر دينه وأولياءه، خصوصا أهل السنة في اليمن. الأمر الثاني أحب أن أنبه عليه، وهو أن بعض أعداء الإسلام خصوصا في مجتمعنا أنهم يزرعون الحقد بيننا وبين إخواننا، سواء كانوا من أهل اليمن أو من غيرهم. فأهل اليمن والله ما عرفنا منهم إلا خيرا، يعني بعض الناس يرسل رسائل يحذر من إخواننا هؤلاء، لنا قرابة 70 سنة أو أكثر من ذلك وهم يعيشون معنا، وما عمرت البيوت ولله الحمد والمنة إلا من أهل اليمن. وأيضا أيها الإخوة في تعليم القرآن والدعوة إلى الله عز وجل، ومن زارهم وجد والله صدورهم قبل بيوتهم. فيا إخوان التئموا في هذه الأيام، في أيام الفتن يدخل أعداء الإسلام ويحرضوا على إخوانكم. فأهل اليمن هم أهل الإيمان وأهل الحكمة وأهل الصلاح، والله ما عرفنا منهم إلا خيرا. وقبل 60 سنة في هذه البلاد ما كان يؤم الناس ويوجه الناس إلا أهل اليمن، وما قام أهل القرآن إلا بسبب أهل اليمن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع القلوب على طاعته وأن ينصر أولياءه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.